حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. انتوما واللي عزاز عليكم كما راكم تشوفوا عاود طليت عليكم فيديو جديد ووصفات واحد اخرين ان شاء الله تستفادوا منهم. هنا درت لكم لي تارتولات ودرت ثاني شريط حجاج على طريقتي. هنا راح نحتاجوا المقادير كالتالي. هنا زيد باش تشوفوا بالميزان درت 125 غرام زبده. انا هنا استعملت ماني. اللي ما عندهاش باتور نقول لك استعملي الزبده تكون طريه يعني بدرجه حراره المطبخ، هكا باش كي تستعملي الفويد اليدوي بالخف كما نقولوا تحصلي على قوام كريمي. واللي عندها باتور تستعمل باتور. انا هنايا الكريم الزبده تاعي كانت شويه بارده ولهذه استعملت الباتور. راح نحتاج ايضا حبه بيض، نص كاس سكر، ونحتاج ايضا معطر. انا درت هنا لاغوم تاع الزبده ودرت لافاني، وهي من الاحسن اذا عندكم لاغوم تاع اللوز الحلو، يعني يعطيكم واحد النكهه بزاف رائعه. هنا كما راكم تشوفوا هنا الزبده تاعي بارده شويه، علاش قلت لكم استعملوها بدرجه حراره الغرفه راح تساعدكم خير. انا راح نزيد حبه تاع البيض ومن بعد نخلط كل حاجه مع بعض حتى نتحصل على قوام كريمي، يعني حتى كي نشوف السكر تاعي داب تماما. البنات هنايا لاباط هذه تاع لي تارتولات نستعمل، انا دائما نستعمل هذه الوصفه يعني معتمدتها حتى النساء اللي يخدموا المشاريع. نقول لكم استعملوا هذه الوصفه بزاف هايله، وقد ما يعني لي تارتولات تاعكم راح يقعدوا مده، قد ما يزيد كما نقولوا يطراو وراح يذوبوا في الفم. هنا نخلطوا مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. هنا راح نزيد عطر الزبده ولافاني، تحبوا ديروا وحده فيهم تحبوا ديروهم في زوج. انا كانوا متوفرين في زوج، يعني حتى لاغوم تاع الزبده يعطي ريحه شابه في لي تارتولات تاعنا. هاوليكم كما قلت لكم، واللي عندها لاغوم تاع اللي حبت ديرهم بذوق الليمون، يعني نتوما واش حبيتوا هادو المعطرات هادو على حساب الرغبه تاعكم. ومن بعد نكمل نخلط حتى نتحصل على قوام كريمي. هنا حندخل هذيك لافاني مليح وعطر الزبده اللي درناه، ومن بعد راح نجيبوا الفارينه ونحتاجوا ايضا قرصه خميره تاع الحلوى، ولا نديروا على راس المغرفه تاع القهوه الصغيره هذيك. نجيبوا هنا الفارينه ونبداو نزيدوا غير بالعقل غير بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. وهنا القوالب اليكم الاختيار. انا درت هادو القوالب، يعني درت قوالب صغار. كما تعرفوا يعني في رمضان دائما تحليات نحاولوا نديروا في يعني في لي فيغين صغار، نديروا هكا ميني تارتولات، نديروا يعني باش حاجه الاولى نتفاداو السكر بزاف، وحاجه تانية يعني نذوقوا من كل حاجه يعني ونتفاداو التبذير. شوفوا هنا راني نضيف الفارينه وراني نخلط في نفس الوقت حتى نتحصل على عجينه طريه كما قلت لكم. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وان شاء الله تخلوا لي تعليقات. اعطوني رايكم، قولوا لي اسكو جاتكم كما راكم تشوفوا في الفيديو ولا لا. الاراء تاعكم ولا صدقوني غير كما نقولوا زيد فيا، يعني نحب نعرف رايكم في الوصفات تاعي. ودائما نقول لكم اذا كنتوا اول مره تدخلوا القناه ما تنساوش ديروا لي جيم، تخلوا لي تعليق محفز. وان شاء الله كل كلمه طيبه دائما نقولها لكم في ميزان حسناتكم. هنا دائما كي تحبوا باش تعرفوا بلي العجينه تاعكم اذا راح تزيدوا لها الفارينه ولا لا حاولوا تمسوها باليد اللي ناشفه، ولا غسلوا يديكم باش تتاكدوا. شوفوا هنايا راني نمس فيها باليد هذيك اللي ما خلطتش بها. هنا راني نشوف فيها يعني خلاص ما تحتاج الفارينه. هنا شوفوا بعد ما يعني غسلت يدي، شوفوا هنايا كيفاش راهي، يعني راهي طريه ما تلصقش في اليد. هادو هما القوالب اللي استعملتهم، نتوما استعملوا القوالب اللي عندكم. درت لهم رشه تاع فارينه وبديت نخدم بالطريقه هذه. هنا سرعت لكم الفيديو البنات باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، يعني طريقه سهله نحكموا كميه ونديروها لداخل القالب ونبداو نسقموا فيها بيدينا بهاي الطريقه. انا خرجت لي كميه لاباس عليها، يعني فايته 25 حبه تاع لي تارتولات وزوج كبار. وبعد نجيب فرشيطه وندير لهم هكا. هنا بعد ما كملت كامل الكميه
نروح للكريمه اللي راح نستعملها. هنا درت كريم باتيسير، درت 4 كاس 4 ريتل تاع حليب، يعني كاس تاع حليب درتو يدفى، وزدت جبت كسرونه واحده اخرى درت فيها ملعقه تاع مايزينا نشا، وملعقه هنا هذه اختياري، انا درتها يعني اختياري، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. ملعقه انا بما انه درتها بذوق الموز حبيت ندير ملعقه تاع فلون بانان. جات واحد البنه ما نحكي لكمش، هي البنه جات ما شاء الله. هنا نقصت السكر بما انه درت الفلون، نقصت السكر. هنا نورمالمون ندير 2 مغارف سكر، درت مغرفه ونص كما نعرفوا الفلون حلو، وزدت حبه تاع البيض. نجيبو هذاك نخلطو كلش مع بعض كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيب الحليب اللي حطيته يسخن. هذيك 4 ريتل تاع الحليب ديروها تسخن، غير تسخن تبداو تفرغوا وتخلطوا اون ميم طون، يعني ما تحبسوش التحريك باش هذاك البيض تاعكم ما يطيبلكمش. بعد ما تكملوا كامل الكميه تاع الحليب تعاود ترفدوا الكسرونه تاعكم وديروها على النار حتى تتقال معاكم. هنا بعد ما تقالت الكريمه تاعي نزيد هنا ملعقه تاع زبده، ونزيد هنا ملعقه تاع لافاني. دائما خلوها يعني مع الاخر كامل، حتى كي ما ديروهاش في البدايه ديروها مع الاخر هكا باش تعطيكم يعني مذاق بنين، يعني ما تروحش الريحه تاع لافاني هذيك. صدقوني هذيك الملعقه تاع الفلون طات واحد الذوق رائع. شوفوا الكريمه تاعي كيفاش جات ما شاء الله. هنا نجيب طبسي نفرغها فيه ونديرها في المجمد تبرد. وكاينه حاجه البنات، يعني كي تكونوا بديتوا تخدموا في العجينه تاع لي طاغتولات تكونوا ديجا شعلتوا الفور يسخن، واللي عندهم الساعه في الفور تاعهم ديروها على 180 درجه. هنا نجيب غلاف شفاف ولا ساشي ولا غطيها هكا، لازم تغطيها يكون كونتاكت يعني يكون لاصق في الكريمه، وتحطيها في المجمد تاعك تبرد، لازم تبرد مليح بهاي الطريقه. من بعد شوفوا هنا لي طاغتولات تاعي بعد ما طابوا وجاو ما شاء الله، هادو 2 حبات الكبار اللي قلت لكم عليهم. وهنا واش نحتاج كاس شونتيي، وثاني راح نجبد الكريمه من المجمد. شوفوا هنايا اي بارده يعني تقريبا جبدت. هنا راح ندير كريم دبلومات، تحبوا ديروا غير كريم باتيسير وحدها، اللي ماهيش متوفره عندها شونتي ديري غير كريم باتيسير راح تجيك يعني ما شاء الله. يعني قلت لكم هذاك المغرفه تاع الفلون هذيك اعطت مذاق رائع. تحبوا ديروا ثاني تبدلوا الذوق، ديروا فراز ديروا شوكو ديروا، يعني لكم الاختيار. هنا نخلطوا هذيك الكريمه مليح، الكريم باتيسير تاعنا نضربوها مليح يعني كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه حتى يعني تولي قوام كريمي، تعاود تولي كما كانت مع الاول بهاي الطريقه. يعني كما قلت لكم تحبوا لي ما عندهاش كريم شونتيي دير غير كريم باتيسير راح تجيها بزاف بنينه. هنا واش راح ندير، راح نزيد نجيب ليان واحد اخر ولا ريسيبي واحد اخر، ونعاود نطلع كاس شونتيي انا هنا درت نص كاس بصح يعني ما استعملتوش كامل. دائما نقول لكم الحليب روحوا غير بالتدريج حتى تتحصلوا على القوام المطلوب. نطلعوا كريم شونتيي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا نحاول نسرع الفيديو بلا ما نقطع. شوفوا كي تكون كريم شونتيي نوعيه مليحه بالخف راح تطلع معاكم وتعطيكم نتيجه بزاف هايله. هنا كان يعني طاحت لي لاشارج، راح لي الاضاءه هذيك نقصت، ان شاء الله برك يعني تكون تبان. شوفوا هنا كريم شونتيي بعد ما طلعتها نحطها بجيه ونجيب كريم باتيسير تاعنا ونفرغها لداخل. راح نفرغ فيها هذيك الكريم شونتيي. هنا نتحصلوا على كريم دبلومات. ومن بعد نجيبوا لابوشادو. هنا شوفوا كي بعد ما خلطتها شوفوا داك القوام جات واحد الكريمه بزاف بنينه. نجيبوا لابوشادو تاعنا، واللي ما عندهاش لابوش تستعمل مغرفه نورمال. المهم انسان كما قال لك كمال الجود من الموجود، واش عندك اخدمي هاوليك. ونبدا ندير غوزاس، ندير يعني زين كيما نحب بالطريقه هذه. هنايا عمرت غير النص يعني حتى نكمل كامل الكميه. يعني هذه الكميه تاع الكريمه جاتني سوا مع الحبات تاع لي طاغتولات اللي خدمتهم انايا. جاو واحد 25 هكاك حبه نورمالمون صغيره مي طاغتولات وزوج كبار.
وهنا كانت عندي حبة بنان زينت بها لتغطية تاوعي. شوفوا الكريمة كيفاش جات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم فيها. اذا جربتوها نقول لكم ان شاء الله بالصحه عليكم. هنا يعني تزيين اختياري، كل وحده تفنن كما تحب حتى نتكملوا كامل الكميه اللي عندكم. شطيحه اللحم، شوفوا هنا عندي هادو المارصه اللحم. انا شوفوا ندير كل حاجه بارد في بارد. عندي هنا شويه حميصه، عندي حبه بصل، عندي توم. كما نعرفوا شطيحه اللحم ولا شطيحه دجاج تحب الثوم. ومن بعد ندير التوابل كامل على خطره. هنا عندي الملح. انا نطيب على طريقه امي، يعني امي دير كل حاجه بارد في بارد ومن بعد تخلي تحط القدر على نار قليله وتخليها كما نقولوا تكتك في غرضها، يعني تتقلى مليح مليح باش تمرق، يعني حتى هذاك الدجاج ولا اللحم يدخلوا الطياب. هنا زدت مغرفه كبيره تاع ماكله تاع طماطم مصبره، زدت هنا شويه فلفل كحل، عندك كركم عكري وسكنجبير. كما قلت لكم يعني هكا ندير كل حاجه بارد في بارد ومن بعد تيك نقص النار ونخليها كما نقولوا تتقلى في غرضها، يعني حتى يدخل هذاك الدجاج يدخلوا طياب وراح تجيكم واحد شطيحه دجاج بزاف بزاف بنينه. هنا هادو هما التوابل اللي درتهم كامل. راس الحانوت مرقه بيضاء كما راكم تشوفوا، ولا حمراء اذا عندكم، يعني واش كاين متوفر. قلنا الزيت وريقه تانيك رند، وزدت في النهايه تانيك مغرفه تاع لا مطارد. تخلوها على نار قليله ومن بعد تمرقوا بما سخون. وهذا هي شطيط حاجه تاعنا، وهذا هو الفطور تاعنا نهار الرابع تاع رمضان. ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح اعمال. ودائما نقول لكم ما تنساوش تدعوا لخواتنا في غزة، نقولوا ربي ينصرهم وربي إن شاء الله يكون معاهم ويحفظهم وينحي عليهم الحصار هذا. في النهاية نقول لكم مع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله.